اكل تقليدي؟ لا، احنا مشهورين بالاكل الغير تقليدي. يلا نعمل سوا مع بعض اطيب واروع ستيك دجاج بصوص التمر هندي. ايوه زي ما سمعتوا، وصفة خيال. طبعا بتتاكل جنب رز وطبعا خضار. انا هنا ضفت للرز ذرة. بجنن، شوفوا الدجاج قديش بجنن، وريحته عشان شوحناه بالزبدة قديش بجنن. صدور من قطع الدجاج المقطعة فيليه زي ما واضح قدامكم، المتعارف عليها اللي بنشتغل فيها للبانيه. شو رح نعمل؟ رح نبهرها بهنا عنا عصير ليمونة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا كمان هنا التبهير عبارة عن ملح وفلفل أسود وزنجبيل باودر وبهارات الدجاج، وراح أضيفهم كده على قطع الدجاج وأقلبهم كتير كويس كده مع بعض يتناغموا مع عصير الليمون ومع البهارات، وأتركهم كده ربع ساعة نص ساعة قبل ما أشويهم كده أو أحمرهم على الجريل من جميع الجهات. بنضيف قطع فيليه الدجاج بالشكل اللي واضح قدامكم على ميكس الزبدة والزيت. مش قادرة بجد اوصلكم ريحة التبهير، علشان كده بهار الدجاج فيها الروزماري والزعتر. مش قادرة بجد اوصف لكم الجمال مع الزبدة، الريحة خطيرة. بنضيفهم كده يتشوحوا ويتشووا من جميع الجهات زي ما واضح قدامكم. صوص التمر هندي كيف رح نعمله؟ اول شيء كده مبدئيا التمر هندي عبارة كده عن نوع من المطيبات اللي بنعملها عصير او بنستخدمها بالاكل. بتكون كده عند العطار، بيكون كده قوامها وكده شكلها، بتكون بباكت مغلف بتنباع عن كل العطارين بجميع انحاء العالم. حاليا اول شيء بناخد قطعة منها حسب الكمية اللي رح تستخدموها بالوصفة. انا هنا استخدمت مقدار نص كيلو من صدور الدجاج الفيليه، راح اخد منها ربع الباكت، ربع باكت من التمر هندي، يعني بيكون قطعة يعني كده يدوبك، يعني على قد الاربع اصابع الايد بالتحديد كده. شو رح نعمل؟ بناخدها وبنقطعها كده القطع مربعات زي ما واضح قدامكم، وبنحطها بصحن ونضيف عليها مية مغلية لغاية لما نغمر قطع التمر هندي. وطبعا المية قلبت من اللون الشفاف للون البني البراون اللي ظاهر قدامكم، نتيجة انه دابت قطع التمر هندي جوات المية المغلية. طبعا بنتركها ليلة كاملة وبناخد الصوص. طبعا بنصفيها كتير كويس وبناخد الصوص، ورح اورجيكم كيف راح نعمل الصوص سوا مع بعض. فيتو بضيفه بكزرول طبعا بمقدار كوب كامل، يعني معيار كل صوص التمر هندي معيار كوب كامل. رح اضيف عليه معلقة كبيرة من الطحين او الدقيق العادي اللي بنستخدمه للكيك والعجين، يعني راح ادوب معلقه طحين كتير كويس جوات التمر هندي وعلى نار هاديه، اضل احرك لغايه لما يصير الصوص كده قوامه سميك شوي. حبيباتي خلصنا اطيب واروع ستيك دجاج بصوص التمر هندي. طبعا هنا زي ما واضح قدامكم قطع الدجاج الفيليه بعد ما انا شويناهم سوا مع بعض، وهي صوص التمر هندي. يلا نشوف كيف القوام والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا قديش القوام بيجنن. نعمل ميكس كده الدجاج مع الرز بالذرة، سويت كورن، الذرة الحلوة الصفرة اللي بتجنن. شوفوا الفخامة، شوفوا اللذاذة، قديش خطير وبيجنن بيجنن. يلا ندوق سوا. بسم الله. رائع. شوفوا الدجاج، بتمنى يا رب تعجبكم.